مهزلة أخرى في كرة القدم الشبانية. مصر انهزمت 5-1 أمام المغرب. المغرب فيس شامبيون تاع U17. المغرب 5-1. اليوم المغرب مصر اللي خسرت 5 كنا فايزين عليها بضربة جزاء فيها وعليها، راح نشوفوها ربما بعد قليل. كانت من هزمة الجزائر فايزة بهدف مقابل 0. تصوروا نجد نفسنا، هاي ضربة الجزاء، نجد نفسنا في دقائق خاسرين 2-0 مباشرة. 7 دقائق بعد ذلك تمكن المنتخب المصري من إضافة هدف ثاني يجعلنا مقصيين تماما من التأهل لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. الحاجة اللي تحس في النفس وتغيظك كثير أنه هاد لا جينيراسيون خلاص اللي بيرد، هاد لا جينيراسيون ما يلعبوا كوب دافريك، ما راح يشاركوا في كأس العالم أقل من 17 سنة. باي باي هكذا خلاص خرجنا بعد ما انهزمنا. أعطينا صور اللقاء الأول وهزيمتنا أمام منتخب تونسي لم يظهر الكثير في هذه المواجهة. هزيمتين، اللقاء الأول واللقاء الثاني، وبالتالي إقصاء مر. اليوم رانا مقصيين، تونس فازت علينا، مصر فازت علينا. أعتقد بأنه يجب إعادة النظر.